يا صباح الفل. طبعا كلنا بنحب الكشري المصري، مش كلنا بس نقول اغلبنا، وبنكون عايزين نعمله في البيت ويطلع معانا زي ما بنشتريه من بره. تابع معايا الفيديو الاخر، هتعملي شوية تكات هتخليكي الكشري يطلع معاكي زي ما بتشتريه من بره، يمكن احلى كمان. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. تعالوا مع بعض نشوف الكشري القمر ده عملناه ازاي. اول حاجة في الكشري بنبدأ بالبصل. جبت البصل وحطيت عليه معلقة كبيرة من الدقيق وابتدي افرطه كده، وبعدين بحمره في زيت سخن، بلاش الزيت يكون بارد عشان الكشري يطلع معانا مقرمش ويطلع معانا باللون ده كده، وكمان بيطلع مقرمش. بعد ما خلصنا البصل بنبتدي في العدس. انا جبت العدس وغسلته كويس قوي وضفت له الميه. كوبايه العدس بتاخد كوبايه من الميه، هضيف عليها معلقه صغيره من الثوم، كمان معلقه صغيره من هريسه الشطه لو موجوده، او هريسه الفلفل البارد لو مش بتحبوا الحامي، واضيف عليه معلقه صغيره من الكزبره، وكمان معلقه صغيره من الكمون، وحطيت معلقه من الملح بس نسيت اصورها او ما وضحتش في الفيديو. هقلبه كويس قوي واحطه على النار. اول ما يغلي معايا هدي عليه النار واسيبه يستوي. هبتدي في المكرونه. انا حطيت حله على النار، حطيت فيها ميه ومعلقه من الملح. اول ما الميه تغلي معايا هضيف فيها المكرونه وهسيبها تستوي على نار وسط. المكرونه بتاخد معايا تقريبا 10 دقايق عبال ما تستوي. هنا خلاص المكرونه استوت معايا، هصفيها كويس اوي من ميتها. وكمان برضو العدس استوى معايا، لازم يكون العدس كده ما يكونش متهرى معاكي او يكون ني، يعني يكون بالشكل ده كده مستوي بس يكون متفرط كده من بعضه. والمكرونه بعد ما صفيتها هرجعها الحله تاني واضيف عليها 3 معالق كبار من الزيت اللي حمرنا فيه البصل. وده السر ان الكشري بيطلع معاكي زي ما بتشتريه من بره، زيت البصل بيدي طعم للكشري كله. وبرده حله على النار حطيت فيها زيت من بتاع البصل اللي حمرنا فيه البصل، وابتدي انزل فيه بالشعريه واحمرها. وعشان الشعريه تاخد معايا كلها لون واحد هضيف عليها معلقه من الملح واقلبه كويس قوي في الشعريه، واقلب فيها لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. بعد ما الشعريه اتحمرت معايا هنزل عليها بمعلقه صغيره من الثوم واقلبه فيها. اول ما ريحه الثوم تطلع معايا هبتدي اضيف الرز، يكون مغسول كويس قوي منقوع لمده نص ساعه، واضيف الملح، واكون مجهزه معايا ميه مغليه هبتدي اضيفها للرز. بالشكل ده هضيف الميه للرز، واول ما الرز يغلي معايا ههدي عليه النار واغطيه واسيبه يستوي. بعد ما خلصت الرز هبتدي اعمل صلصه الكشري. ده الزيت او باقي الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، هسيب باقي البصل فيه كده واضيف معلقه من الثوم واقلبها كويس قوي. اول ما ريحه الثوم تطلع معايا هضيف معلقه صغيره من هريسه الشطه واديها تقليبه، وبعدين هنزل معايا بعصير الطماطم بالشكل ده وهقلبها. وبعدين هبتدي اضيف عليها معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الكزبره او الكزبره والكمون. ومش هحط ملح دلوقتي غير لما الصلصه تتسبك معايا، لان لما بضيف ملح في الاول بيفتح لي لون الصلصه. هقلب الصلصه واسيبها تتسبك معايا. كده خلاص الصلصه اتسبكت معايا، هبتدي اضيف الملح. وبعد ما اضيف الملح هي غلوه واحده وهطفي عليها، وكده الصلصه خلاص بقت جاهزه معايا. بعد ما خلصت الصلصه هبتدي اجهز معايا العدس. وده السر في محلات الكشري، ان بعد العدس ما يستوي
هحط طاسة على النار تسخن وهبتدي اضيف العدس وهقلبه بالراحة خالص على النار لحد العدس ما يطلع معايا كل السوائل اللي لسه موجودة فيه، والقشرة تبتدي تطلع منه شوية كده. كده العدس زي ما بنشتريه من بره بالظبط، بيكون نفس الشكل. هبتدي نعمل بقى الدقة للكشري. هضيف معلقة كبيرة من الثوم، وهضيف عليها معلقة من هريسة الشطة او هريسة الفلفل البارد لو مش بتحبوا الحامي، وده السر في لون الدقة. هضيف معلقة من الكزبرة ومعلقة من الكمون. مفيش غير كده، الكشري ما بيتحطش عليه فلفل اسود، كزبرة وكمون فقط. وبعدين هضيف تقريبا كوباية من الخل، وهقلبهم كويس قوي لحد كل ده ما يدوب معايا في الخل. وهضيف كمان الملح، وهدوب الملح والمكونات دي كده في الخل. وبعدين في الاخر هضيف تقريبا نص كوباية من المية. وكده خلاص دقة الكشري بقت جاهزة معانا. احلى دقة ممكن تجربوها للكشري. تعالوا مع بعض بقى نعمل طبق كشري جامد. اول حاجة هضيف كده الرز، وبعدين هضيف العدس. شايفين العدس زي ما بتشتريه من بره ولا لا؟ وبعدين هنضيف الصلصة والمكرونة، وهبتدي احط البصل. احنا بنحب البصل يكون صغير، ممكن تقطعيه حلقات طبعا، ممكن تقطعيه جوانح زي ما انت عايزة. وبعدين هضيف في الاخر الدقة، وبألف هنا. لو عجبكم فيديو النهاردة افتكروني بدعوة حلوة، ويا رب فيديو النهاردة تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.